لما بنشوف الكنافة بنعرف إنه نحن عم نحكي عن حلويات شهر رمضان المبارك. كل عام وانتم بخير. الكنافة كل الناس بيحبوها، سواء بالطرق التقليدية تكون محشية مكسرات أو قشطة، أو بالطرق الحديثة اللي صار يدخل فيها الفواكه المتوفرة في الموسم. وهالمرة كنافتنا متزينة باللون الأحمر، كنافة بالفراولة. اول شي باخد الكنافه انا بجمدها في الفريزر، هي اسهل طريقه لحتى تتقطع معي كتير صغير، اني بجمدها تصير بلوكه مجمده وبفركها بايدي لبين ما تصير عندي ناعمه تماما. بحط على نص كيلو الكنافه اللي فركتها بايدي وصارت ناعمه نص كوب من السمنه السايحه، وبفركها كتير كويس مع بعضها لغايه ما احس انه عندي الكنافه اتشربت تماما بالسمنه. وهلا بدي اعمل بهالكنافه اللي هي نص كيلو شغلتين. اول قسم اللي هو ربع كيلو منها رح افرده بصينيه، وهالصينيه هي لازم تكون اكبر من مقاس الصينيه اللي حامل فيها تورته الكنافه، اكبر ب 2 سم. فانا هون مستعمله صينيه 27 سم. ليه اكبر؟ لانه الكنافه بالفرن رح تكش وتتحول لمقاس 25 سم اللي هو مقاس التورته اللي رح اعملها. القسم الثاني هاد بس هيك حطيته عادي بنعكش في صينيه ودخلته على الفرن يتحمر، وبعد شي ربع ساعه بقلبه على الوش الثاني وبكسره عادي، لانه هذا ما بدي يكون قرص، هذا بدي يكون محمر مكسر تكسير. في ناس بتحمر الكنافه على البوتاغاز، بس انا بصراحه ما بحب الوقفه قدام بوتاغاز واقعد اقلب فيها، بفضل اني ادخلها على الفرن تتحمر واقلبها وادخلها كمان مره. شايفين القرص عندي كيف حجمه كش؟ لانه رطوبه الكنافه راحت فصغرت مقدار 2 سم. هلا حقلبها على القالب اللي اصغر مقاسه 25 سم، وهذا هو اللي هحضر فيه التورته النهائيه. فهلا حاليا بسقي بقى وهي سخنه مباشره بالقطر. وفي شغله بدي انصحكم فيها، بس انا لانه كانت لسه عندي الكنافه المفرطه لسه كانت عم تتحمر فسقيت هلا. بس انا بدي انصحكم انه كان ممكن نملى الفراغات بهاي الكنافه المفرطه وبعدين نسقيهم مع بعض، بس انا سقيت اول قسم وهو سخن، وهلا عم بسقي المفرطه لوحدها واقلبها كويس بالقطر. القطر طبعا عياره اللي هو السكر ضعف المي، يعني انا مثلا بكون عامله كوبايتين سكر على كوب ماء، وطبعا عصرة ليمون أو شوية ملح الليمون. ما ننسى إنه نوزع كمان الشربات كويس على الأطراف لحتى نتأكد إنه واصل لهم القطر كتير كويس. وعم بحط هلا النايلون على الداير في القالب، لأنه لما بدي أحشي بالفواكه والكريمة وبدي أفك القالب تطلع معي بشكل حلو. وهي هي هون عندي بقى الكنافة المفرطة اللي ببدأ بقفل فيها كتير كويس على الأطراف مثل ما قلت لكم، يعني بدي تكون القرص من تحت مقفل تماما. فأخذت من الكنافة المفرطة واللي مسقية كمان شربات، ومثل ما بيقولوا زبطت فيها الحواف تماما. مقادير الكريمة ظهرت قدامكم، بس أنا بدي أنصحكم اللي حابب تكون الكريمة وفيرة أكتر اعملوا مقدار ونص، يعني هذا المقدار زودوا عليه نص كمية كمان. مثل ما انتم شفتوا دوبت الطحين والنشا مع الحليب وخفقت معهم البيضة، بعدين كلياتهم صفيتهم بمصفى وحطيتهم على النار مع كمية السكر، تقليب متواصل لغاية ما تغلي وتسمك. لما غلت وسمكت مظبوط بنزل عليها الزبدة لحتى تسيح، وبعطي هيك كم تقليبة كمان وصارت عندي الكريمة خلاص جاهزة. آخر شي بنزل عليها الفانيليا بالمرحلة الأخيرة لحتى ما تمرر معي، بقلبها كويس مع الفانيليا وبعدين بصبها بطبق زاز واسع وبخليه واسع لحتى تبرد معي بشكل أسرع، وبغلف الوش مباشرة بستريتش رول ملاصق لها لحتى ما تعمل قشرة، وبتركها تصيب درجة حرارة الغرفة، بعدين بدخلها على الثلاجة أو ممكن تدخلوها على الثلاجة مباشرة. المقادير اللي ظهرت قدامكم هي مقادير صوص الفراولة بطريقة جديدة شوي. ما عملت الصوص اللي هو انه انا احط، يعني كنت عملته كمان من قبل صوص الفراولة السريع اللي هو كل المكونات مع بعضها على النار مع سكر، لا هي طريقة جديدة شوي. ضربت الفراولة وبعدين صفيتها كتير منيح، بضل عمال بضغط على المصفى تتصفى كتير منيح، وطلعت لي عصير فراولة من غير اي بذور ما انتم شايفين، وخلطته بنشا، وبعدين ضفت عليه هيك شوية ربع كوب بس مي مو اكتر ادوب بس هالنشا اللي في المصفى، وصار عندي المزيج جاهز انه يقعد على النار. هذا صار عندي صوص فراولة خالي من اي شوائب، يعني ما فيه بذر ولا فيه لحم الفراولة نهائيا. طب في حدا حيقول لي طب حرام انا ما بدي ارمي الفراولة، لا ما راح نرمي شيء نهائيا، راح نعمل هلا اختراع رائع جدا ببواقي شوائب عصير الفراولة. طيب نزلنا عصير ليمون وغلوا غلوة مع بعض. طبعا أهم شيء لما كنا عم نقلب على النار كان تحريك مستمر لبين ما غلى، لأنه النشا ما بصير ينترك على النار من غير تقليب. وبعدين خلصنا بعد ما ضفنا عصير الليمون رفعنا الصوص عن النار وشدينا على الوش كمان ستريتش لحتى ما يعمل لي قشرة، ومندخل على الثلاجة يبرد تماما.
بعد ما برد بيصير عندي بهذا القوام اللي هو بالبداية بتحسوه قوام ماسك حاله، بس أول ما تحركوه بتحسوه هيك قوامه كريمي وكتير ظريف وفيه لمعة حلوة وفيه شفافية. هلا هي بواقي عصر الفراولة، اللي خايف أكون رميتها، لا ما رميتها، بالعكس عملت منها اختراع رائع جدا. بيطلع معنا شيء شبيه بالحشوات تبعت الفواكه اللي بتكون هيك ناشفة وماسكة حالها، شبيهة البلو بيري والريزبيري وهي قصص هاي. فكتير كتير بيطلع يعني الناتج من طبخ هالبواقي مع السكر بيطلع رائعة جدا جدا. بس أهم شيء بعد ما قلبناها مع السكر بتلاقوها نزلت ميتها وبتغلي غلوة، بنهدي النار ونتركها لبين ما تتماسك وتصيب هالقوام التقيل كتير. وقبل ما نرفع النار نزلت عليها ما شفتوا معلقة عصير الليمون. بيطلع معنا عن جد مزيج فاكهة كتير تقيل وطعمه روعة. هي يعني عن جد طعمها يعني فراولة بس محيرة، الشكل والقوام كأنه فعلا رازبري أو بلو بيري وهالفواكه الفخمة كتير. طيب هلا حاليا دخلنا على مرحلة بقى خلص تطبيق التورتة تبعتنا بعد ما صار عندنا كل المكونات جاهزة. الكريمة بردت وعبيتها بكيس تزيين حلواني، وصوص الفراولة كان برد ما انتو شفتوا، وعندي حتى الصوص الثقيل اللي رح استعمل كمان منه. بس بدي انوه انه هذا الصوص الثقيل انا ما حطيت منه كمية كبيرة، اللي حابب يكتر يكتر. انا هيك حطيت يعني بحدود 3 معالق كبار وزعتهم فوق الكريمة. وهلأ ببدأ بحط من الكنافة المفرطة. حابة كمان أنوه إنه الكنافة المفرطة إحنا قلنا بالبداية إحنا مستعملين نص كيلو كنافة، بس هذا ما هو معناها لازم تستعمل نص كيلو كنافة كاملة، لا، هو ربع كيلو الكنافة الأولاني كان قرص كبير، هذا اللي حطيناه ونشف وصغر شوي وحطيناه بعدين بالقالب ال 25 سنتي شغالين فيه. بس الكنافة المفرطة ما ضروري تستعملي ربع كيلو كامل، يعني فيكي توزعي هيك كمية تعتبر بسيطة حسب رغبتكم. حطيت الفراولة وشفتوا كيف عمال بحط من صوص الفراولة اللي مطبوخ بالنشا اللي من غير شوائب نهائيا. وحطيت يعني هلأ حاليا طبقة تانية من الفراولة، يعني أنا هيك وزعت فراولة مرتين فوق بعض ما بيناتهم شوي من الصوص، وصافي عندي طبقة فراولة على الوش. وراح أغلف هلأ حاليا بالأخير بجلي فراولة، راح أدوبه مع كوب من الماء المغلي من دون ما أضيف أي سوائل نهائيا تانية. يعني هلأ هذا الجلي لما داب بتركه يبرد بدرجة حرارة الغرفة مثلا شي ساعة، فبيبدأ بيسمك. هلا هو داخل بمرحلة بداية انه يسمك. ما بوزع كل المزيج، بوزع كمية بسيطة. بس نصيحة، التورتة تبعتي كانت لازم تكون في الثلاجة، يعني انا عم بوزع على تورتة بردت ساعة بحيث عندي الوش يكون بارد. فاول ما احط الجلي اللي هو اوريدي شايفين كيف قوامه، هو صار له فترة برا فبدأ يتماسك. ما بحط الجلي نهائيا لا وهو سخن ولا وهو قوامه سايح كتير. لو قوامه سايح كتير رح ينزل من أطراف التورتة وألاقي من تحت صافي عندي بحر من الجلي، يعني حخسر كل الجلي حطيته وحيبلل لي التورتة تبعتي. فلازم الجلي يكون داخل في مرحلة التماسك وأنا عمال بحطه فوق الفراولة. ولازم كمان تورتتي تكون باردة، كل ما بردتها كل ما فورا الجيلي رح ينزل على الفراولة رح يتماسك مباشرة. وبدخل التورتة بعدين بعد ما خلصت كمية الجيلي كلها بدخلها في الثلاجة يوم كامل، يعني أو يوم كامل ليلة كاملة، يعني لتاني يوم بحدود مثلا 10 ساعات بيكون رائع جدا. بتتماسك كلياتها مع بعضها، طبقات الكريمة مع الكنافة مع الجيلي الفراولة حطيته فوق في الوش، بطلع معكم عن جد يعني تورتة فراولة ولا أروع. بس برجع بكرر، اللي بحب الكريمة أكتر زودوا مقدار الكريمة نص مرة، أو عنا خيار تاني إنه نحن ممكن نضرب كريمة شانتيه ونحطها كطبقة كمان في النص بين الطبقات للي بيحب القوام الكريمي أكتر من قوام الكنافة. وما تنسوا إنه أنتوا فيكم تتأيدوا بكمية الكنافة اللي عم بتحطوها، يعني الكنافة اللي في النص ما تكتروها. وبقلكم بالأخير هي كل النصايح سنت أخلي لكم إياها في الفيديو، فيا رب تكونوا استفدتوا، وكل عام وانتوا بألف خير.